برضو من الاخطاء بقى الكبيره، واللي مش هقول بعض الصيدليات بتساعد في الموضوع ده، بس هو برضو هو برشامه البايكوفان. برشامه البايكوفان دي انا شفت بعناية دمرت ناس ضغط، سكر، كليه، معده. اولا البرشامه دي يا جماعه هي عباره عن مضاد التهابات ومسكن، تركيزها 150 مللي. لا يسمح باي شكل من الاشكال انك تاخدها اكتر من مرتين في اليوم. هي جرعتها القصوى 300 مللي، الحبايه 150 مرتين في اليوم. انت تاخد بعد الاكل. ولازم في ناس بقى، بشوف ناس بيخش ياخد بالشريط وفي يومين ثلاثه بص جاي ياخد شريط تاني. طب فين معدتك؟ سكرك، ضغطك؟ انت كده بتموت نفسك، بتضيع نفسك. طب ليه يعني؟ ليه البنادول اثر معاك في ايه يا اخي؟ ما موجود وحلو زي الفل. يعني البنادول لك جميل جدا وخفيف على المعده، مش هيأثر على الضغط، مش هيأثر على السكر. ليه انت خلاص بقى برشامة الصداع او برشامة السنان او اي بقت مشهورة جدا، والناس بتستخدمها بطريقة غلط جدا. ممكن ياخدها على معدة فاضية، ممكن ياخد 2 3 في اليوم، ممكن ياخدها كل يوم ويقول لك ما بيريحنيش غيرها. او كده مش هيتعبك ولا هيموتك غيرها. فطبعا 3 حاجات دول من اكتر 3 حاجات غلط بقابلهم شبه يومي في الصيدليه. شبه يعني وانا بصور الفيديو ده في حد جه خد التراكتين والتكسازون برضه، يعني مش عارف اعمل ايه بصراحه. برضه يمكن بايعين حوالي علبتين برشام صداع، مفيش فايده برضه، مفيش فايده. هو مش ناقص غير ان حد يجي بقى يقول لي عايز الحقنه الثلاثيه. والله المستعان. بس احنا برضه مش هنبطل نتكلم عن الموضوع ده. اي حد بيشوف الفيديو ده، شفت الفيديو ده، عرفت الكلام ده، لازم بقى امانه في رقبتك انك انت تقوله للناس. لو انت بتستخدم الحاجات دي تبطلها، يمكن جالك في الوقت المناسب يا اخي. اصل انت خلي بالك هتقول ما انا باخدها وعادي، ما انا باخدها وبخف، ما انا باخدها ومش عارف ايه. بس هتيجي وقت في ثانيه السكر بيجي في ثانيه والضغط بيجي في ثانيه. احنا في الصيدليه كل يوم وبنشوفه وبنسمع، ويعني انا اعرف اكتر منك يعني بصراحه، ودارسين الكلام ده وبنقله ليك واجب علينا. فانت تساعدنا ان انت تحافظ على نفسك، تحافظ على الناس وتنصحهم بالكلام اللي انت بتشوفه كله وبتسمعه هنا في القناه. طبعا في اخطاء تانية كتير جدا في الصيدليه، عشان ما نطولش عنوان موضوع الحلقه او مده الحلقه اكتر من كده. ممكن نتكلم عنهم بعد كده ان شاء الله. النهارده اتكلمنا عن 3 اخطاء من اكتر واشهر الاخطاء الشائعه اللي الناس ممكن ما تعرفش ان هي اخطاء، واللي الناس بعضها عارف ان هي غلط ومصمم ومكمل فيها لحد ما هيلاقي بنفسه النتيجه السيئه جدا للي هو بيعمله. تركيبه الديكسازون والترياكتين، الدلتازون والترياكتين، الكلام ده لازم توقفوها فورا. حرام عليكم، هتموتوا نفسكم. انتوا لسه شباب صغير، يعني اهتموا باكلكم، اهتموا بالرياضه، اهتموا بالنوم، ناموا كويس. خدي باشا بروتين مستخدمه مش مشكله، امن، مش هيعمل لك اي مشكله. اللي بيجي له شويه برد يقول لك حقنه البرد ما تخففنيش غيرها والكلام ده. انت بتضحك على نفسك مش على حد تاني، انت بتضر نفسك وما بتضرش حد تاني. انا تركيبه البرد دي كنا يعني الاول قبل يعني ما ينتشر كده عادي، حقنه البرد دي ممكن اعمل لك ب 100 جنيه عادي، يعني ما حدش هيقول للبيع لا. بس احنا احنا مش في سوبر ماركت، احنا في صيدليه. يعني ايه؟ يعني بنعمل اللي انت يعني شايفه صح واحنا شايفينه غلط، احنا مش هنوافق عليه. هو ده دورنا، هو ده واجبنا. وحبات البايكوفان يعني يا اخي بلا يعني، هقول لك ايه طيب يعني ما تستسهلش، ما تستسهلش عشان معدتك وعشان ضغطك وعشان سكرك وعلشان صحتك يعني. وفي بدائل كتير يعني، ما فيش بدائل اقول لك يعني ماشي، انما في بدائل كتيره وفي ادويه كتيره كويسه وفعاله وحلوه وجميله جدا وما بتعملش المشاكل اللي الادويه دي كلها بتعملها. اتمنى تكون حلقه مفيده. اتمنى لو انت شفت الحلقه دي وحسيت انها مفيده ابعتها لاي حد، اي جروب عندك انت شايف ان هو مصمم على الحاجه دي، انت عارف ان هو غلط وبتحاول تنصحه، ابعت له الحلقه دي يشوفها استفيد منها ان شاء الله. لو انت عندك اي سؤال فيما يخص اي شيء في الادويه سيبه لي تحت في التعليقات، جاوبك عليه على طول ان شاء الله. يا ريت تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناه عشان تشوف كل فيديوهاتنا الجديده ان شاء الله. ويا ريت تكون الحلقه دي مفيده وتكونوا استفدتوا بها ان شاء الله. اشوفكم في حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.